صديقي، واش لاحظتي بزاف ديال الحوايج اللي كانت كتفرحك قبل ولات عادية؟ كتخرج عادي، كتشري شي حاجة جديدة عادي، وحتى داكشي اللي كنتي كتحلم بيه منين كتحقو ما كتحس بوالو. وسول راسك هاد السؤال: علاش ولا كلشي بلا طعم؟ احساس تقتل بسبب التعود. هذا هو السبب الرئيسي. الانسان عنده واحد الخاصية خطيرة، يتعود بسرعة. اي حاجة جديدة كتفرحو، ولكن مع الوقت يتعود عليها دغيا وكتولي عادي. اول مرة شريتي تليفون جديد فرحة كانت كبيرة، وربما عمره ما يتنسالك داك النهار. ودابا حتى الا شريتي واحد غالي نهار ولا يومين كتسالي ديك الفرحة. علاش؟ حيت العقل ديالك تعود وبغى ديما كثرة الدوبامين الرخيص. حنا اليوم عايشين في واحد العالم فيه متعة سهلة بزاف: تيك توك، الريلز، انستغرام، كل ثانية متعة صغيرة. ولكن المشكل هاد المتعة سهلة كتخلي حوايج حقيقية تبان مملة. قراية مملة، خدمة مملة، حياة عادية مملة، حيت دماغك ولا مدمن على الإثارة السريعة. وحاجة أخرى، المقارنة اللانهائية. كتشوف ناس في السوشيال ميديا، واحد مسافر، واحد ناجح، واحد عايش حياة مثالية، وكتولي حياتك كتبان لك ناقصة. ولكن الحقيقة راه كتقارن حياتك الحقيقية مع حياة مصنوعة. الخيارات كتدمر السعادة. زمان كانوا الناس عندهم اختيارات قليلة وكانوا فرحانين، ودابا عندك كل شيء ولكن ما مرتاحش. علاش؟ حيت كثرة الخيارات كتخليك ديما تحس بلي كاينه شي حاجة احسن. الحياة ولات سريعة بزاف، كلشي ولا سريع، الاكل سريع، فيديوهات قصار، نتائج بغيناهم دابا، ولكن الحياة الحقيقية راه بطيئة. وهنا يبدا الصراع بين السرعة والواقع، فقدان المعنى. المشكل الكبير راه ماشي غير الملل، المشكل هو بزاف ديال الناس ما بقاوش عارفين علاش كيعيشوا. خدمة بلا هدف، حياة بلا معنى، روتين بلا إحساس. وهنا يبدا الفراغ الحقيقي. كيفاش ترجع تحس بالحياة؟ صديقي، راه ماشي سهلة ولكن ممكنة. نقص من الدوبامين رخيص بحال الهاتف بزاف، رجع للحوايج البسيطة: المشي، الطبيعة، الصمت. عيش اللحظة ماشي غير تصورها. دير حوايج فيها مجهود بحال الرياضة والتعلم، وحيد منك المقارنة. النهاية قوية. يمكن المشكل راه ماشي في الحياة ديالك، ولكن في الطريقة اللي وليتي كتعيش بها الحياة. يمكن خاصك ما تزيدش كتر، ولكن خاصك ترجع تحس بالحوايج البسيطة. السعادة ولات هدف، وهذا هو أكبر خطأ ولا كيديرو الإنسان. بزاف ديال الناس اليوم ولاو كيقولوا وين نكونوا سعداء، ولكن راه المفارقة هي كل ما جريتي ورا السعادة كتهرب منك. علاش؟ حيت السعادة راه ماشي هدف توصل ليه، السعادة راه إحساس يجي في الطريق وانت كدير شي حاجة عندها معنى. يعني إلا بقيتي غير كتقلب على أنك تكون فرحان، غادي تبقى غير كتحس بالفراغ. الحوايج اللي كيقتلوا الإحساس نفس النهار كيتعاود: نوض، خدم، كول، نعس، مرة الهاتف، وكتولي عايش بحال الروبو. ما كاين حتى تغيير، ما كاين حتى مفاجأة، وما كاين حتى إحساس. العقل ديالك كيبغي التغيير وكيبغي شي حاجة جديدة تحركو وتحفزو. العقل ديالك كيبغي يحميك ولكن يحبسك. العقل ديالك الهدف ديالو هو يحميك ماشي يخليك سعيد. كيبغي الأمان وكيخاف من التغيير وكيخاف من المخاطرة، ولكن نفس هذا الأمان هو اللي كيدخلك في الملل. يعني باش تحس بالحياة خاصك تخرج شوية من الراحة ديالك. حنا عايشين حياة ماشي ديالنا. بزاف ديال الناس كيعيشوا حياة مفروض عليهم، اختاروا قراية ماشي ديالهم، خدامين في حاجة ما باغينهاش، تابعين المجتمع، ومن بعد يتساءلوا علاش ما فرحانينش. حيت ببساطة ماشي عايش حياتك، عايش حياة ديال شي واحد آخر. وما تنساش هنايا الطاقة ديالك راها كتضيع، ماشي غير الإحساس اللي كينقص، راه حتى الطاقة نقصات. كتفيق عيان، كتحس براسك بلا حماس، ما عندك طاقة دير حتى شي حاجة. علاش؟
حيت العقل ديالك معمر بزاف بالتفكير وبالمقارنة وبالضغط وبالهاتف، وهادشي كامل يحساب لك راه الطاقة ديالك. الحل الحقيقي باش ترجع تحس بالحياة خاصك تبدل النظام ديالك كامل، ماشي غير حاجة وحدة. ودير مرة المضافية والتليفون ديالك ساعة ولا ساعتين في النهار. جرب حوايج جداد حتى واخا تكون صغيرة. اكتب افكارك بشي ورقة باش تفرغ الدماغ ديالك. نعس مزيان، والاهم تقبل الملل شوية، حيت من الملل كيرجع الاحساس. تقبل انك ماشي ديما غتكون مزيان. واحد من اكبر الاخطاء هو اننا بغينا نكونوا ديما مزيانين، ولكن الحقيقة الحياة فيها طلوع وهبوط، فيها فرح، ملل، وفيها حتى الحزن، وهادشي راه عادي. الا حاولت تهرب من هادشي غادي تهرب حتى من الاحساس الحقيقي ديالك. يمكن الحياة ما تبدلش بزاف، ولكن الاحساس ديالك هو اللي تبدل. يمكن ما خاصناش حياة جديدة، يمكن خاصنا غير نرجع نحسو بالحياة اللي عندنا. ودابا بغيتك تقول لي الا حسيتي بهاد الكلام، اكتب لي في التعاليق فين مشى الاحساس ديالك، وخليني نشوف واش بوحدك ولا حنا كاملين بحالك.